مش كل ذنب صوته عالي. في ذنوب بتتعمل في سوكات، في أوضة مقفولة، وموبايل منور، وقلب فاكر إن لسه بدري. القصة دي مش عن شخص وحش، دي عن واحد شبه ناس كتير، كان بيغلط ويقول هيتوب بعدين، نسي إن الموت ما بيستناش. اقرأ للنهاية، مش عشان تخاف لكن عشان تفوق قبل ما يجي وقت ما ينفعش فيه الندم. كان اسمه محمود، شاب عادي بيصلي أوقات ويكسل أوقات، ويقول دايما ربنا غفور رحيم. محمود كان عارف إن العادة السرية حرام، وسمع كلام المشايخ عنها، بس كان دايما يأجل التوبة. لما أتجوز؟ لما أضبط حياتي؟ لسه بدري. والعادة بقت حاجة في الخفا، مع ذنبي في الضلمة واستغفار سريع. وبعدين رجع تاني. في يوم جمعة الإمام قال أخطر حاجة في المعصية إنك تموت وإنت عليها من غير توبة. الكلمة دخلت ودن محمود وطلعت. قال في نفسه يعني أنا هأموت دلوقتي؟ ما كانش عارف إن الموت ما بيستأذنش. في ليلة هادية محمود كان لوحده، وسوسة وتردد وبعدين استسلام. ما فكرش إنها ممكن تكون آخر ذنب، ولا إنه العمر ممكن يخلص فجأة. نام بعدها وما صحيش. تاني يوم محمود توفى فجأة. الناس قالت شاب صغير، صحته كويسة، قضاء ربنا. بس اللي محدش يعرفه إن محمود قابل ربنا وهو مصر على ذنب كان دايما مؤجل التوبة منه. الدين ما قالش إن العادة السرية بتموت جسديا، لكن قال حاجة أخطر بكتير: المعصية تميت القلب، والإصرار عليها خطر على الخاتمة. قال صلى الله عليه وسلم يبعث المرء على ما مات عليه. يعني لو مت وانت بتجاهد خير، لو مت وانت تائب رحمة، إنما تموت وانت مستسهل الذنب دي الخسارة الحقيقية. العادة السرية غلط وحرام، مش عشان ربنا عايز يعذبك، لكن عشان بتكسر الحياء، بتعود القلب على الخفا، وبتخلي التوبة دايما بعدين. وبعدين دي ممكن ما تجيش. التوبة مش للملائكة، التوبة للغلطان، بس الذكي اللي يتوب وهو لسه عايش، مش اللي يستنى لحد ما الفرصة تخلص.